أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة أسماك الزينة. النهاردة هنتكلم عن مرض بيصيب الأسماك ومرض فتاك بالنسبة للسمك، وبيصيب معظم أسماك الزينة، يعني كل أسماك الزينة. المرض ده بيصيب السمك. المرض هو النقطة البيضاء. أعتقد إن كل الناس اللي ربت السمك شافت المشكلة دي وحصرتها وعانت منها فترات كتير. والمرض ده من الأمراض اللي هي تعتبر من أولى الأمراض اللي بتصيب السمك بالموت. النقطة البيضاء دي عبارة عن فطريات بتتكون على الجسم، وبتبقى في الأول مش ظاهرة، وبتطلع في أشكال نقط رفيعة. أنا جايب صور لبعض الأسماك اللي فيها شكل النقطة اللي طالعة في الديل وفي الراس وفي الجسم كله. طب هي النقط دي بتيجي منين وإيه مشكلتها؟ النقط دي مشكلتها أولا لما تكون عندك السمك بتاعك موجود وإحنا في فصل شتاء، وبنغير مثلا ال15% أو ال20% وتبر بتاعة المية بتاعتنا المعتادة. درجة الحرارة لو اختلفت معنا في تغيير المية، تاني يوم هتظهر عندك النقطة البيضاء لا محال، يعني لازم هتظهر معاك النقطة البيضاء. يعني أول حاجة تغيير مفاجئ لدرجة الحرارة من الأسباب الرئيسية في ظهور النقطة البيضاء. تاني سبب وهو إن أنت وأنت بتشتري سمك جديد وبتدخله الحوض اللي عندك، قد يكون السمك حامل للمرض وبينتشر انتشار سريع جوه الحوض في أقل من 24 ساعة. يبقى احنا كده عندنا نقطتين: درجة حرارة وعندنا شراء سمك. طب احنا ما جبناش سمك ودرجة الحرارة عندنا مظبوطة. ده من البكتيريا اللي بتتكون جوه الحوض، بمعنى ان الحوض عندنا فيه نسبة تلوث عالية، عشان كده بتطلع برضو النقطة البيضاء. ده كده الاسباب الاولانية لظهور المرض داخل الحوض عندنا. ده الشكل اللي انا كنت بقول لكم الصور بتاعته، دي النقط اللي انتوا شايفينها على الديل وعلى الجسم وعلى الوش السمكة. وبتبدأ بالحاجات الصغيرة زي الفانتيل اللي احنا شفناها والفايتر، وبتنتشر للجسم. ده الدواء اللي انا هتكلم عليه اللي الناس كلها عارفاه المفروض. ده الميثيلين الازرق اللي احنا بنستخدمه في العلاج. البوليميثيلين الازرق ده اللي احنا هنستخدمه النهارده، ده من العلاجات القويه جدا جدا في القضاء على النقطه البيضاء. طب هو ده هيبقى لوحده؟ لا طبعا مش هيبقى لوحده. هو اسلوب العلاج اسلوب هيبقى سهل جدا، وفي خلال 4 ايام هتلاقي الموضوع بيختفي داخل الحوض. اول حاجة بنعملها ومهمة جدا جدا جدا، ان احنا لو الحوض بتاعك مزروع وفيه زرع، هنضطر اسفا هنشيل الزرع مؤقت في حوض تاني لمدة 3 ايام او 4 ايام. ليه؟ ان احنا دلوقتي هنعمل حاجة مهمة قوي. اول حاجة هنعملها، هنرفع درجة الحرارة الحوض لدرجة 30 درجة مئوية. 30 درجة مئوية ده احنا بنقول للبكتيريا اللي نمت على الجسم ان هي بتنمو اسرع، فعندما لما بتنمو اسرع احنا هنقدر نعالجها ونقضي عليها بسرعة. بمعنى ان انت رفعنا درجة حرارة 30، ده وقت ده كده معدل التكاثر بتاع الفطر اللي هو النقطة البيضاء، بالتالي هيبدأ ينمو، واحنا ده المرحلة الاولانية اللي احنا عايزينها عشان ندخل بالعلاج سريع عليه. رفعنا درجة الحرارة 30، نشوف الترمومتر بتاعنا وصل لفين لحد 30، بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعتين. بعد ال30 درجة هنبدأ العلاج بتاعنا. العلاج بتاعنا عبارة، هنبدأ الأول أول 4 ساعات أو 6 ساعات. يعني خلينا بس مركزين في النقط دي. معلش هو الفيديو هيبقى طويل شوية في النقطتين اللي أنا بتكلم فيهم. رفعنا درجة حرارة الحوض، عرفنا الدرجة وصلت 30، نبدأ نستخدم العلاج الأولي وهو الملح. احنا طبعا بنقصد بالملح، طول ما احنا بنتكلم في الملح مع السمك احنا بنتكلم في الملح الخشن اللي هو بيتجاب من السوبر ماركت او من محلات العطارة اللي بتبيع الملح الخشن، اللي هو مش هيبقى فيه اليود. هناخد منه جرام، او بلاش الجرام وال2 جرام عشان الناس بتتلخبط فيها. هناخد منه المعلقة بتاعة الشاي بتاعتنا اللي هي الصغيرة
على 4 لتر مية ونقلبهم وندخلهم جوه الحوض بنفس مية الحوض. تمام، بعد 4 ساعات ما رفعنا درجة حرارة السخان. بعد كده بنسيب الحوض بالمية اللي احنا ضفناها بالملح ليه لفترة ال4 ساعات التانية، بحيث ان احنا الملح ينتشر في مية الحوض ويدخل جوه الفلتر ويدخل جوه الجرش، ويبقى الموضوع كله انتشر فيه الملح. بعد ال4 ساعات دول هنقوم حاطين البلو اسيلين اللي هو الازرق اللي احنا هنشتريه. ويستحسن ان احنا نشتري خامة تكون مستوردة، يعني في عبوات بتبقى جاهزة وعبوات مجهولة المصدر، ما حبش الناس تشتريها، ان هو هيبقى علاج بدون جدوى في الفترة دي، واحنا عايزين نقضي على النقطة البيضاء في اكبر وقت ممكن، بحيث انها ما تنتشرش وما تموتش السمك اللي عندنا. فاحنا هنضطر معلش هنجيب النوع اللي هو المستورد. انا عرضت شوية صور للمنتجات المستوردة وموجودة ومتوفرة. هناخد منها النقطة بتاعتنا على 4 أو 6 لتر مية بعد لما احنا خلصنا ال4 ساعات بتوع الملح. تمام كده، ونسيب الحوض بتاعنا ونحسب احنا الحوض بتاعنا كام لتر وهو يستخدم كام نقطة فيه. وهنسيب اليوم الأولاني بنفس درجة الحرارة بنفس معدل الملح بنفس البلوسيلين الأزرق اللي احنا حطيناه، ونسيب الحوض زي ما هو لتاني يوم. واحنا نعتقد ان احنا قلنا في الاول شلنا الزرع من الحوض لو الحوض بتاعك فيه نباتات محطوطة. تاني يوم هنعيد الكرة تاني بنفس الاسلوب بتاعنا، اللي هو هنضيف الملح ونسيب الملح شوية في الحوض ولحد ما يدوب، وبعد كده نضيف البوليوسيلين تاني في نفس المرحلة في نفس المعدلات بنفس الوقت. وهنخفف الإضاءة شوية، هنخفف الإضاءة بتاعتنا شوية في الحوض عشان نمنع الحركة بتاعة السمك. وتاني يوم ده هنعلي الضغط بتاع الأكسجين بتاعنا. ولو عندنا فلتر ليه باور هيد، فعين الباور هيد أنا عايزه يبقى موجود على سطح المية عشان يدي قوة أكسجين عالية داخل المية. هنخفف الإضاءة في تاني يوم، هنخففها عشان مش عايزين السمكة تتهلك بالحركات وبالتسارعات اللي ممكن تكون موجودة داخل الحوض بتاعك. مجرد ان احنا بنولعه الساعة بتاعتنا ان احنا بنحط العلاج ونطفيه او نطفي النور بتاع الحوض ونخلي الإضاءة الخارجية بتاعة الغرفة شغالة على الحوض. احنا ما اكلناهوش كده اول يوم وما اكلناهوش تاني يوم، مهم جدا ما اكلناش اول يوم ولا اكلنا تاني يوم. وانت كده وصلنا للمرحلة اللي هي المهمة، اللي احنا ابتدينا نركز في العلاج للسمكة المتصابة في وقت صغير. تالت يوم هنعمل نفس الحركة بالظبط، هو اللي احنا هنعمله. هنقلل خالص ونبعد خالص عن الملح، ان احنا مش عايزين نزود درجة ملوحة المية، واحنا كده لحد دلوقتي ما غيرناش مية من الحوض، فإن بالتالي مش هنستخدم الملح تاني معانا في تالت يوم. هنحط بس البوليوسيلين الأزرق جوه الحوض بنفس المعدل ونحافظ على درجة حرارة المية. وسيبنا اليوم التالت كده. رابع يوم هنبدأ ننزل بدرجة الحرارة التدريجية لحد ما احنا نشوف السمك عندنا كان عايش على 27 أو 25 أو 22، ونظبط درجة الحرارة بتاعتنا وإضافة البوليوسيلين تاني للحوض بدون الملح. ونسحب بعد درجة الحرارة ما تنزل، نسحب معدل 10-15% من الحوض من التغيير الدوري بتاعنا للحوض بتاعنا. أثناء التغيير احنا بنضيف ملح تاني خشن للحوض في رابع يوم هنضيف ملح خشن تاني للحوض. كده احنا قسمنا مرحلة العلاج 4 أيام. أول يوم درجة حرارة 30 إضافة الملح إضافة البوليوسيلين. تاني يوم نفس الخطوات بالظبط، بنحافظ على درجة الحرارة 30 وبنضيف الملح وبنضيف البوليوسيلين مع تخفيض الإضاءة بتاعة الحوض، وبنستخدم الحوض الإضاءة الخارجية ونعلي نسبة الأكسجين جوه الحوض. لو كان عندنا فلتر باور هيد نخليه على وش المية بحيث ان هو يعمل ضغط عالي جوه المية ويقلب المية، واحنا كده محتاجين المصدر الأكسجين. تالت يوم هنبعد عن الملح وهنرفع درجة حرارة زي ما هي ونستخدم بوليوسيلين. وكل التلات أيام اللي أنا اتكلمت فيهم بدون طعام إطلاقا، بدون تغذية نهائي للسمكة. رابع يوم
هنبدأ ننزل درجة الحرارة بتاعتنا للوضع الطبيعي بتاعنا اللي احنا كنا شغالين فيه، مع استخدام البولو إيثيلين، ومع استخدام بعد تغيير 10-15% للمية في رابع يوم هنستخدم الملح بتاعنا مع تزويد المية. كده احنا قسمنا العلاج بتاعنا ل4 أيام، و4 أيام ليهم خطوات ياريت ان احنا نتبعهم، عشان هنلاقي مردود سريع جدا في القضاء على النقطة البيضاء. احنا بعد ال4 أيام خلاص قفلنا البولي إيثيلين، انت ممكن نستخدمه بعد كده، لكن قفلنا الملح وقفلنا تغيير المية. احنا في فصل الشتاء، فإن رجاء ان احنا نبعد تماما عن التغيير الدوري للمية، عشان ما يحصلش تغيير مفاجئ في درجة الحرارة. لو انت مضطر تغير المية بتاعة الحوض 20% وال15%، يستحسن تكون مية مركونة وقديمة وحاطط فيها سخان هيتر، بحيث ان انت تظبطها بنفس درجة حرارة الحوض، المية الحوض اللي انت هتحط فيها. تمام، واضح كده؟ يعني احنا المفروض برضو احنا لازم هنغير كل 20 يوم، كل شهر هنغير 15% من المية. لا يمكن ان نفضل محافظين بالمية لفترة الشتاء. الحل الامثل ليها هتكون جايب وعاء اللي احنا هنعبي فيه المية بالنسبة اللي انت هتغيرها، ونحط فيها الهيتر عشان نوصل لدرجة الحرارة بتاعتنا، عشان ما يحصلناش مشكلة تاني في جزئية النقطة البيضاء. في المرحلة اللي احنا هنغير فيها المية هنضيف معانا للوقاية البولو إيثيلين الأزرق بتاعنا للوقاية بنفس المعدل بتاعه. ده كان ملخص سريع. انا معلش تطولت عليكم، ان هي كانت المفروض ان الحلقة تبقى اطول من كده، بس انا قلت اختصر، عشان المرض ده بالذات بيظهر في الفترة اللي احنا فيها بشراهة. يعني هتلاقي كل حوضين 3 فيهم حوض لازم يكون اتصاب بالنقطة البيضاء. ان شاء الله الحلقة التانية هقدم مرض تاني وطرق علاجه واسلوب المكافحة بتاعته ان شاء الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.